مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير واهلا ومرحبا بكم معنا وحلقه جديده وبرنامج بطل من دهب. النهارده بنستكمل تعاملاتنا مع السباحين وحمام السباحه. النهارده هتكون حلقه مميزه ومخصصه مع بطل من ابطالنا اللي نتمنى ان شاء الله مستقبلا هو حاليا من ابطالنا اللي بيمثلونا في بطولات العالم، ويمكن دراسته في امريكا وموجود هنا، ويمكن واحد من الفريق اللي حصل مع نادي اسكندريه رياض سبورتنج السنه دي ولاول مره على درع العمومي. لقائنا اليوم ما هيكون مع بطلنا مروان القماش. الاسم مروان محمد اسماعيل القماش، مواليد 14 نوفمبر عام 1993، طالب بالفرقة الثالثة بجامعة ساوث كارولاينا، تخصص سياسة واقتصاد، سباح بنادي اسكندرية رياض سبورتنج ومنتخب مصر القومي لمرحلة العمومي، حاصل على مراكز الأولى في بطولات الجمهورية لعام 2010-2011 في مسابقات 1500 وال800 وال400 وال200 ومع تتابع فريق نادي سبورتنج، حاصل على كأس أحسن رقم في سباحة 800 متر لمرحلة 17 سنة، فاز ببطولة دبي الدولية عام 2011، أيضا تأهل وشارك مع منتخب مصر للناشئين في بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت في بيرو في أغسطس 2011، حاصل على رقم جديد في 100 متر حرة أثناء قياسات الخاصة لمنتخب مصر للتأهل للبطولة العربية للناشئين، حاصل على المركز الأول في البطولة العربية للناشئين بالجزائر سبتمبر 2011 في مسابقات 1500 و100 متر حرة و400 متر حرة، وأيضا تتابع 4 في 100 متر حرة وتتابع 4 في 200 متر حرة وتتابع 4 في 100 متر متنوع. بطل الجمهورية موسم 2011-2012 في مسابقات 1500 وال800 وال400 حرة، شارك كأصغر سباح لمرحلة العمومي في دورة الألعاب العربية بالدوحة في ديسمبر 2011. في أغسطس 2012 التحق بجامعة ساوث كارولاينا. دايما بيكون كلامنا في الحلقة عن البداية. كابتن مروان القماش نجمنا وبطل مصر في السباحة، لو اتكلمنا البداية، انت اول ما بدأت لعبة غير السباحة؟ لعبت جمباز. لعبت جمباز، ما طولتش فيها؟ لا خالص، ما طولتش. بعد كده نقلت على السباحة. ابتديت هنا مدارس السباحة وانا عندي 4 سنين. بعد كده دخلت فريق سباحة مع كابتن وائل، كان عندي 12 سنة تقريبا. وبعد كده سافرت امريكا وانا عندي 17 سنة. لا خلينا بقى قبل ما نروح امريكا، انت نطيت معايا على امريكا على طول. لا خلينا في البداية، مراحلك بقى الاولانية. انا شايف ان انت دلوقتي سباح مسافات 800 400 وممكن تبقى سباح 1500. بدأت طبعا في المرحلة دي في الاول خالص ما كنتش بتعوم 400 و800 مش كده؟ لا كنت بعوم باك ودولفين، كانت مسافات قصيرة يعني، مش المسافات اللي هي 100 و200. 100 و200. اهم السباقات وقتها اللي هي طبعا مرحلة 11 و12 اللي انت كنت فيها الاولانية، كانت سباقاتك الباك ولا الدولفين؟ الاثنين يعني 50 و100 50 و100 ممكن 200 يعني، بس ما 50 و100 50 و100. يعني دي هي البداية اللي انت بدأتها مع النادي. لغاية سن انت بدأت بقى تسافر سنة كام؟ سافرت وانا عندي 18 سنة. سافرت وانت عندك 18 سنة. طيب خلال الفترة اللي قبل ما تسافر، متذكر اهم البطولات اللي شاركت فيها؟ اول بطولة كانت اول ميدالية ليا يعني في العمومي، كان بطولة كاس مصر. كنت طالع تاني في ال 400 و800 حرة، كانت اول ميدالية يعني في العمومي. وبعد كده تأهلت لبطولة عالم في بيرو. بعد كده كان عندي بطولة الجمهورية. بعد كده رحت دورة الألعاب العربية، طلعت تاني ورا أسامة الملولي في ال 200 حرة كده. اكيد تعاملت مع اسامه الملولي. نقف شويه بقى عند اسامه الملولي. تعاملت معاه في امريكا او في المسابقات بس، ولا دي المره الوحيده اللي تعاملت؟ هي بس في المسابقات يعني، ما حصلش ان احنا اتكلمنا او حاجه. لا انا مش بتكلم على كلام، اكيد بتتابعوا بعض بالنظر، اكيد بتشوف تحركاته قبل المسابقه، ولا انت بقى في الوقت ده بتبقى مركز قوي في نفسك وما بتحاولش؟
لا انا بحاول يعني نركز اكتر في السبق وكده يعني مش. بتركز في السباق اكتر. طيب هنركز معاك شويه في حته تركيزك بقى في السباقات. اه اكيد طبعا لازم اتخيل السبق ماشي ازاي ويعني البيسنج بتاع السبق والكلام ده كله يعني. احساسك بقى قبل، يعني انت دايما لما بيكون عندك سبق، تمام؟ اكيد طبعا ببقى قلقان يعني وكده بس. ما انا عايز اسال بقى الحته دي، انت كسباح بتبدا تحس انك قلقان من السبق قبليه بقد ايه؟ هل انت بتبقى شاعر؟ يعني في بيقول لك مثلا قبل السبق بثلاث اربع ايام بيحصل لي نوع من التركيز شويه وببقى قلقان منه، في واحد ما بياخدش باله من الحته دي، انت الحته دي بتاخد بالك لا هو منها؟ مش 3 4 ايام يعني، ممكن مثلا قبل السبق بعد التسخين كده مثلا ببقى قلقان شويه، بس هي حاجه مش حاجه يعني هتاثر بالعكس على السبق، بالعكس دي حاجه بتساعدني يعني. كابتن مروان، لو اتكلمنا التطور الرقمي في كل مسافه من المسافات، يعني كل ديستانس بينهم ال 200 تطوراتها مشيت معاك ازاي؟ بعدين هناخد ال 400، بعدين هناخد ال 800. نتكلم في ال 200 الاول. يعني 200 هنا كان عندي دقيقه 51، في السنه اللي سافرت فيها كنت نزلت الدقيقه 49، وفي ال 400 كان عندي 3:58، دلوقتي عندي 3:52، فده يعني 6 ثواني من السنه اللي فاتت. 800 برضو كان عندي مثلا 8 18 حاجه كده، دلوقتي عندي 8:2، فيعني كان في فرق يعني كبير التطور حلو، يعني ماشي بتطور كويس الحمد جدا. لله. بالنسبه لزمايلك في نفس المرحله في امريكا، اكيد بتنزل مع زمايلك في الجامعه، هل قريبين منك في نفس الارقام؟ في يعني ناس كتير، بس انا دلوقتي الحمد لله نمرة واحد في الجامعه يعني. نمره واحد في الجامعه، وان شاء الله نشوفك كده نمره واحد على مستوى بقى الاولمبياد الفتره الجايه ان شاء الله. طموحاتك ايه الفتره الجايه؟ انا دلوقتي يعني مركز على بطوله العالم الجايه، كازان في روسيا، فاحنا يعني دلوقتي يعني كل ده كل تركيزي دلوقتي. تركيزك دي هتبدا امتى البطوله؟ دي 2015 ان شاء الله. 2015. اكيد انت الفتره الجايه هتعتمد على تدريبك هنا في نادي سبورتنج مش في امريكا. اه ان شاء الله، يعني انا قاعد الصيف ده كله بعوم مع كابتن هيثم، وبعد كده على شهر 8 ان شاء الله اروح الجامعه تاني، وهيبقى برضه هبتدي طبعا اجهز يعني البطوله كده يعني. Пока первый исламский американец на втором месте Марван Исмаил из Египта. Опять-таки Египет, обратите внимание. Мы с вами, помните, в предварительном заплыве у женщин на стотне баттерфляя мы отметили прогресс египтянки, одной, которая выиграла свой заплыв. Осман ее фамилия. И вот сейчас еще один египтянин. Ну, может быть, действительно, вот хоть здесь прибавляют ребята, представители вообще из Северной Африки, пытаются угнаться за Мелули. Хотя, конечно, это очень сложно сделать. Все-таки для того, чтобы прогрессировать по-настоящему, нужно попытаться, ну, хотя бы в Америку перебраться, там уже современными методиками пользоваться. Еще один спортсмен, который сейчас включается в борьбу, если не ошибаюсь, это Рихард Надь, словак. Ну, фамилия венгерская, но тем не менее мы с вами знаем, да, что Словакия, Венгрия, Австрия, все это близко, едино, и, в общем, порой даже общее происхождение такое, да. Вот видите, словак все-таки выигрывает. Как раз на последних метрах он вырвался вперед. كابتن مروان القماش يمكن علاقته جيده جدا بكابتن هيثم حازم. هو هيثم طبعا يمكن عملنا معاه حلقه بطل من ذهب وشفنا قد ايه هو بطل ومثلنا في الاولمبياد، لكن النهارده وهو مدرب في علاقه بينه وبين مروان، وعارف حاجات كتير جدا عن مروان. حبينا ان يكون معانا اللقطه دي عشان نقول دايما ان المدرب له دور كبير جدا في مسيره البطل بتاعه في اي رياضه. كابتن هيثم، لو كلمتنا بقى عن مروان القماش، وطبعا ده نقوله ايه، واحد من ولادك. طبعا اخويا الصغير وابن النادي وبطل مصر وبطل افريقيا، واملنا ان شاء الله باذن الله في الاولمبياد اللي جايه. مروان انا جيت مسكت النادي هنا في 2012، في صيف 2012، وكان اياميها مروان بيحضر اوراقه عشان يسافر امريكا في سبتمبر عشان يخش الجامعه هناك. اتمرن معايا فترة الصيف، ونزلنا بطولة دارمشتاد الدولية، عمل رقم مصر جديد في 200 حرة في بطولة دارمشتاد. سافر بعديها امريكا. من ساعتها ومروان
اي اجازه له بيفضل ان هو يجي مصر وان هو يتمرن معانا هنا في النادي. في البطولات جه نزل معانا بطوله الجمهوريه السنه اللي فاتت، اللي لاول مره في التاريخ نادي سبورتنج يكسب النادي الاهلي، وطبعا كان له عامل كبير جدا 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 في الفوز دوت. الحقيقه طبعا ان كان هيبقى عندنا مشكله جامده جدا في سباق الباك في التتابع ال 4 متنوع. وطبعا ال 4 متنوع دوت يعني الباك بقى عليه عامل كبير جدا جدا جدا، لو السباق راح من الاول خلاص يعتبر السباق راح يعني. كان في فرق كبير بينكم؟ بنتيجه ال100 باك كان يمكن فرق حوالي 3 او 4 ثواني بين سباح النادي الاهلي وسباح نادي سبورتنج. فتوجهت لمروان، وكان عندنا يوم بريك في النص في بطوله الجمهوريه، وكنا رايحين نعوم في حمام سباحه في القاهره، رايحين نسخن يعني. ورحت له وطلبت منه ان هو يعوم 50 باك في التسخين. طبعا هو راح ضاحك، هو فهم انا يعني بتجه ليه يعني، بس عامل 50 باك وعمل رقم جامد جدا في ال 50 باك. فلما طلع طبعا قلت له يعني احنا النادي محتاجك، يعني النادي محتاج ان انت تنزل السبق الباك دوت. طبعا بتبقى صعبه جدا على سباح كبير ان انت تروح تقول له يعوم سبق مش سبقه، او سبق هو ما عاموش بقاله فتره طويله جدا، بحيث شكله يبقى كويس ومنظره يبقى كويس قدام الناس وكده. الحقيقه ما ترددش الحقيقه يعني، ونزل ال100 باك في التتابع ودخلنا اول، يعني لمس نادي سبورتنج اول، والحمد لله فزنا بالتتابع وفزنا بالبطوله الحمد لله رب العالمين. ده بس موقف يعني او لقطه تبين قد ايه ان سباحيننا الابطال ولاد نادي سبورتنج ولائهم للنادي كبير جدا. اكيد بعد الكلام اللي قاله كابتن هيثم عن سبق التتابع هنرجع بقى لمروان ونشوف كان احساسه وقتها ايه. صعب قوي ان انت سباح بتلعب 200 و400 وحره، كنت من زمان بقى ما بتعومش الباك والنادي بيحتاجك في السبق ده. مروان كان احساسك صعب اكني في الوقت ده؟ اكيد طبعا كنت قلقان في الاول يعني، خصوصا السبق ده ما نزلتوش بقالي مثلا بالقليل 4 سنين تقريبا. بس يعني احنا كنا يعني انا جاي من امريكا عايزين نكسب البطوله وكده، فيعني كان لازم، كانت مسؤوليه كبيره، بس كان لازم يعني، ما كانش عندي حل تاني يعني. انت تعرف يا مروان في ساعات سباحين ما يهموش سبق التتابع ويهمه بس سباقاته الفرديه؟ بس هي لعبه فرديه، بس يعني احنا يعني انا زي ما بقول لحضرتك احنا جايين عايزين نكسب البطوله مش يعني ده احساسك بحبك للنادي فرق كتير قوي في الحته دي. طبعا. انت تعرف في بعض اللاعبين بيبقى سافر وطلع بره مصر بدأ يركز في حياته الخاصه، ولما يجوا يطلبوه هنا في يمكن احنا عندنا هنا ناس كتير قوي بتلعب باسكت بول مجرد راحوا امريكا يجوا يقولوا له النهارده تعالى المنتخب بيهرب، انما انت النهارده جيت وبتلعب سباحه وقدرت ان انت تخدم ناديك. دي حته تبين قد ايه انت بتحب مكانك ووطني اكيد. اكيد طبعا يعني انا زي ما بقول لحضرتك برضو يعني احنا يعني مثلا احنا تقريبا دلوقتي احسن فريق عمومي في مصر. Смотрите на вторую дорожку, там Игорь Боки плывет. Кстати, очень неплохо плывет спортсмен из Беларуси, из Бобруйска. Так или иначе, у него такая, я слышал, не спортивная семья. Тем не менее, вот интерес к плаванию, который у него был, семья поддержала. И, в общем, все получилось. Он, видите, уже пробился на чемпионат мира. Интересный парень, по-моему, ему 19, где-то 20 лет. Есть некоторые проблемы со здоровьем, в частности, проблемы со зрением. Он говорил о том, что слегка вот близорог. Тем не менее, очки не носит. И, в общем, в плавании, так или иначе, очень хорошо себя показывает. Тем не менее, есть природные данные, талант, который можно было только развить. Он, кстати, участник Паралимпийских игр в Лондоне. Это очень важно. Кстати, человек еще, добившийся успеха на Паралимпиаде, приезжает на чемпионат мира, где выступает, в общем, действительно сильнейший. И здесь показывает неплохие секунды. Давайте Игорю поаплодируем. Отличное выступление. Он здесь не был последним, он где-то в середине пилотока финишировал. И опять-таки очень важно это стремление. أعزائي المشاهدين هننتقل للقطة من لقطاتنا المحببة في برنامج بطل من ذهب، وهي ذكريات نجمنا في حياته الرياضية. ومع كابتن مروان القماش النهارده هنتابع معاه مجموعة من الصور اللي بيتذكر فيها معانا ذكرياته، وهيقول لنا كل صورة منهم بتتكلم عن ايه. كابتن مروان لو اتكلمنا بقى عن الصور، ناخد صورة بقى وتقول لنا الصورة الأولانية. الصورة دي كانت في مدرسة السباحة هنا في نادي سبورتنج، كان عندي 4 سنين، ده أول ما ابتديت سباحة خالص. ده أنهي واحد فيهم؟ أنا هنا. أنت اللي جنب المدرب اللي على يمين المدرب على طول، يعني ثالث واحد من اليمين في الصورة. أيوة. المدرب. فاكروا المدرب ده كابتن مين؟
ولا مش فاكر؟ مش فاكر مش الصراحه. فاكر. صوره قديمه قوي. ناخد بقى اللي بعدها. دي كانت اول مره اخد فيها كاس احسن سباح وكاس احسن رقم، كان بطوله اسكندريه. دي كمان اول لما ابتديت العب قصدي اعوم يعني طويله وكده، كان عندي 15 سنه. جميل جدا. اللي بعدها. دي لما دي بطوله صوره في بطوله العالم في رو ناشئين. سنه 2011 دي 2011 كل دول. لا ناخد واحده واحده. ناخد دي وانت واقف على البلوك ستارت اهي بقى. دي قبل 1500. قبل 1500. مش لسه بسألك على 1500 النهارده اهو. مش عارف ليه انا بحبها المسابقه دي. نخش بقى وانت عايم وبتطلع بقى دراعك. دي في نفس السباق برضه في 1500. الصوره وانت دي يعني خطوه حلوه قوي ونظره من اليمين حلو. اللي بعدها نفس الصوره برضه، نفس المنظر بس متاخد من مكان اخر. دي بقى الصوره حلوه قوي في لحظه الستارت والبدء وانت في الوسط. بتبقى لحظه صعبه قوي. بس دي برضه 1500 يعني. لا انا عايز اتكلم على لحظه بدايه السباق، بتبقى صعبه على السباق. بيبقى تركيزه بقى خلاص بقى انا نازل اعمل يعني اللي انا اتمرنت عليه وكده يعني مش. تمام. نخش بقى اللي بعديها بقى على المنصه. دي اول ميداليه عمومي ليا، كان في 400 حره. انت مع محمد ماهر اهو. محمد ماهر واحمد عبد الرحيم. واحمد عبد الرحيم ده سباح نادي اليخت وده سباح نادي سموحه. مسابقه حلوه قوي جميله. حلوه قوي. اللي وراها بقى ده الصوره مع كابتن هيثم. كابتن هيثم قبل ال 200 حره، قبل ما حطم رقم مصر، كانت في دارمشتات 2012 مع كابتن هيثم. دي وانتوا قاعدين في دارمشتات. ده كان قبل 200 حره على طول. قبل 200 حره. دي كانت في الدوحه 2011. ده الدوله العربيه. ده انت واسامه. ده ملولي. اسامه ملولي واحمد مكلوتي. دي مع كابتن هيثم هنا في حمام السباحه فوق، كان قبل ما اسافر على طول، قبل ما اسافر امريكا. دي في وانت عايم. دي كانت في شارلوت جراند بري، دي لما اتأهلت لبطولة العالم في برشلونة. دي مع سون يانج بطل العالم في سباحات في سباحة طويلة يعني. بتفرق قوي الاطوال يعني. بص طول دراعه طوله وهو جنب منك. طبعا. ده كان بيلعب 100؟ لا ده بيعوم طويل 400 800 1500. 800 1500. انت عارف سباحين الطويله دايما في حاجه بيقولوها ايه في القياسات، في لكل سبق له قياساته. فممكن سباح المية يكون اطول سباح مثلا بيلعب سباقات كده. سباح الباك هو طويل بس اللي هو يعني برضه في نفس الوقت مش معدل يعني، فهو بيبقى ماشي على الميه يعني. في صوره حلوه قوي هنا. انتوا كلكم كده فريق نادي سبورتنج. روح الفريق يبقى احكي لنا بقى وقول لنا مين اللي موجودين في الصوره. دي كانت بعد المعسكر في ايطاليا. ده كابتن هيثم طبعا ومروان العمراوي. فاكر انت خد من اليمين بقى. شاهر، عمر ياسر، احمد ياسر، سيف، مروان العمراوي، عمر هشام، محمد عماد، يوسف، دالي، مازن، حصافي، كريم، احمد يحيى. صوره حلوه قوي جميله دي. ناخد بقى اللي بعدها. دي دي مع اخواتي وكابتن هيثم، وكان في ايطاليا. هم كمان برضو في منتخب مصر. برضك بيلعبوا معاك. اللي في اليمين ده مين فيهم؟ ده مازن وده يوسف. مازن اللي في اليمين ويوسف اللي على يمين الكابتن هيثم. دي برضو كانت في معسكر ايطاليا مع كابتن هيثم بعد التمرين، كان اخر يوم خالص. دي صوره بقى دي عائليه. دي كانت في السنه اللي فاتت بعد بطوله الجمهوريه على طول، لما خدت كاس احسن سباح كاس احسن رقم. اخواتك وماما. اخواتي وماما. دايما الام لها دور كبير قوي في السباح يعني. انا طول عمري حتى الاقي الام هي اللي قاعده مع ابنها، ودايما كده في بينهم دايما نشوف حتى ماما واخده الكاس واخده في حضنها، هي اللي مربيها صح. ربنا يخليها لك يا رب. ده سبق ال 800 حره. 800 حره في السنه اللي فاتت برضه. دول مين؟ ده بعد ما حطمت رقم مصر. ده احمد اكرم اللي على يمينك. وده عمران العمراوي. ده هنا برضه في نادي سبورت. وائل برضك. خلي بالك على وائل العمراوي ده عشان بيقولوا جامد قوي. مروان العمراوي بيقولوا عليه جامد جدا صح. خلي بالك على نفسك بقى. ودي برضه في نفس السبق يعني نفس السبق. جميل قوي. دي بقى اخر صوره بقى ليك. دي كان مع المدرب بتاع الجامعه، اخدت ده الدرع يعني زي احسن سباح في الجامعه كده يعني.
ده كان قبل ما اجي على طول. دي انتوا في الحفله بقى بتاعه توزيع الحفلة الجوائز، بتاع. انما مش تدريب. لا. لان المدربين في امريكا بتوع الباسكت بس هو اللي بيلبس البدله، انما في السباحه لا، بيبقى لابس بس زينا، صح كده؟ صح. صح كده. يعني عموما احنا نتمنى لك التوفيق يا مروان، ونقول بقى يا رب نشوفك بطل العالم وبطل ان شاء الله ان شاء الله. يا رب يا كابتن. بشكرك واتمنى لك ان شاء الله مزيد من التقدم. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، تابعنا معاكم النهارده حلقه مع سباحنا مروان القماش، سباح نادي سبورتيف ومنتخب مصر. اتمنى له ان شاء الله الفتره القادمه مزيد من التقدم، ونتابعه ان شاء الله ونشوفه في اولمبياد القادمه بطل من ابطال الاولمبياد عشان يحقق لنا مركز متقدم لمصر. اعزائي المتابعين، متابعينا لبرنامج بطل من ذهب، بشكركم والى اللقاء في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.